فانزاتي يا اغلى من خلاجاتي، سلام عليكم. نزلت انا واشطر كتكوت الاستريت يعني الشارع، معلش اصل اخوكم مسقف استحملوا شويه. لقيت هرم البرتقان ده، رحت جاي سارق اتنين، عزمت على موجة فؤاد عشان ريقها ناشف وتعبان. هاتني ضوء ما يضرش. بلينا رقنا بالسفندي كده ومشينا بالخطوه السريعه بالخطوه الجريئه بالخطوه المتقدمه لحد ما وصلنا حي بكوس. هل انتوا عارفين هو فين؟ لقينا الطرمايه الصفراء، قلت لها لا مش هنركب اصل ب5 جنيه. لقينا الزرقاء، قلت لها تعالي دي بجنيه واحد. بدي السمكري 2 جنيه، بقول له 2، قال لي لا جنيه واحد، ما بناخدوش على الاقل الصغيره. وانا صغيره وقصيره للدرجه دي؟ وهنا كنا وصلنا المستشفى. ليه بقى؟ لان ندى تعبانه وحيلها مهدود، فقلنا ناخدوا لنا كشفايه في السريع البريع كده. ودورنا كان ال 173. هما ما يعرفوش اللي احنا مشاهير ولا ايه؟ قلت بقى اروح اصلي الفجر كده عبال ما دورنا يجي. دخلنا على الدكتور قال لا 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 لا، حالتكم دي ميؤوس منها، حلها الوحيد ان انتوا تروحوا تضربوا 2 كشري بالحجم العيل وتغيروا جو. عدينا كده بقى على كوبري استلوسة ومكتبة الأسجندرية، رحنا جايين نازلين شارع سوتر. لقيت هاتفي بيرن، الو اخويا المظلوم. قال لي سمعت طرطيش كلام اللي انت بتدور على محل كشري 3 دقايق واكون عندك. خدني حضن تلاتات وقال لي تعالى انا عازمك. مشينا كده في شارع سوتر ناحية هريدي كده، ورحنا جايين داخلين الشارع اللي جنبه على طول. قال لي بس هنا المحل اهو. قلت له ايه ده، كشري صلصة؟ لا يا زميلي ده كده خالصه. دخلنا المطعم، اي نعم صغير حبتين بس ما يغركوش، ده ما بيفضاش من الزباين، اللهم لا حسد. 5 في عينك اللي ما تصلي على النبي. الميزه اللي فيه بقى النظافه، شياكه واناقه واسلوبهم في قمه اللباقه. نزلوا كده سبيسوس بارس وكبده وصدق اسكندراني. ثواني بس، هو اسمه صدق ولا سجق؟ وكشري عائلي بالحمص والسوداني والبصل والمكسرات مع طاجن مكرونه. لمتنا عشان احنا كنا كتير الصراحه. بيقولوا العين بتاكل قبل البق، ومن شكل الاكل احنا شبعنا الصراحه. واهم ما في الكشري بقى ان انت تنزل عليه بالدقه والصلصه والشطه وتاخدهم هوب دبل كيك شقلباص في قلب بعضهم، وتاخدهم واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق، واديله ادي واديله. كشري جميل جدا والخدمه ممتازه، يستاهل انتوا تحطوا لايك على الفيديو ده. مسكت بقى كده رغيف الكبده، واهم حاجه في الكبده الاسكندراني بالعيش الفينو دي، نص ليمونه، عصره الليمونه كده، وتتذوق كده وتتطعم في الرغيف الفينو ده وتقول الله حامي سنه وحرش كده. وده راي الجمهور. كشري الكبده ده صح، الراجل ده صح. الراجل ده بيعمل كبده 100 الراجل ده صح والكبده صح. انت مال امك. هنا كنت بدوق المكرونه بالابده الاسكندراني كده وانا بقول الله ايش هذا الجمال. راح جاي اشطر كتكوت كده عصره نص ليمونه كده على المكرونه بالكبده، وهي تقول ده طعمه بجد تحفه خطير. ايه ده سبيروس بارس ده الحب الاول والاخير بجد، طعمها رخره كانت تحفه. رحت جايه بقى بص لفرعون الكبير الصغير وقال لي ما شاء الله تسلم ايد الشيف الصنايعي اللي شغال، ربنا يحسن ما بين ايديه. ده كمان عندهم سبيسوس بارس، مش عارف هم مهربينها من انه جمرك. قلت الاشطر كتكوت خدي جربي الرز بلبن ده. انت عارف ان انا ماليش في الرز بلبن، بس على العموم هدوق كده واقول لك رايي فيه ايه. فدوقت كده الرز بلبن، الله عامل فرقيع وترقيع في بقي. اول مره في حياتي اكل رز بلبن بالحلاوه والجمال ده يا ولاد. لازم تجربوا كشري صلصه ده ومكانه ما يتوهش. سلام عليكم.